السماعة الوايرلس دي ممكن تيجي تبيعها لحد عنده 25 سنة يجربها يشغلها ويتبسط بيها جدا، وتبيعها لحد تاني عنده 35 سنة يجربها ويشغلها ويقولك لا مش هشتريها. المنتج واحد، بس انت قدمت المنتج بتاعك بطريقة واحدة للاتنين، والاتنين ليهم طريقة مختلفة وعقلية مختلفة، ده من جيل زد وده من جيل الألفية. عاوز تعرف الفرق ما بين الجيلين وازاي توصل او تبيع لكل واحد منهم؟ تابع معانا الفيديو. السماعة الوايرلس دي نفس المنتج نفس البراند، فيها النويز كانسليشن او الغاء الضوضاء، فيها تاتش كنترول تقدر تتحكم بيها عن طريق اللمس، فيها مدة الباتري لايف او عمر البطارية برضو هيبقى واحد، كم هيبقى مثلا 10 ساعات. كل ده هتلاقيه منتج واحد. لكن تعال نشوف هنبيعها ازاي لجيل زد وازاي هنبيعها لجيل الألفية، لان هم عقلية مختلفة وكل واحد بيفكر بطريقة مختلفة. احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ان انت ما تبيعش بطريقة الفيتشرز او البيع بطريقة المميزات، انك تبتدي تقول البطارية دي مثلا بتعيش 10 ساعات، المايك فيه نويز كانسليشن او الغاء ضوضاء، الماتيريال بتاعت السماعة البلوتوث ديت هتبقى حلوة جدا. الحاجات دي طريقة اسمها البيع بالكتالوج او بياع الكتالوج، اللي هو بتقول المواصفات وتقراها وبس. لكن احنا اتفقنا حتى في الحلقات اللي فاتت ان انت لازم تبقى عارف عقلية اللي قدامك بيفكر ازاي. جيل الألفية اللي هو عنده مثلا من 29 ل 44 سنة حاليا، في السنة اللي احنا فيها دي دلوقتي 2026، لما يجي يشتري هيعمل ايه؟ هيقارن كتير جدا المنتج بتاعك مع منتجات تانية، هيقرا الريفيوز والناس اتكلمت عن المنتج قالوا ايه، هيبتدي يسألك أسئلة كتيرة. فأنت لو مليت البيع هتضيع منك، فأنت لازم تسمعه كويس جدا وتفضل معاه لغاية لما يقتنع ان هو يشتري. اكبر مخاوفه ايه؟ اكبر مخاوفه ان هو السعر ما يبقاش على القيمة اللي هو هيشتري بيها السماعة. يبتدي يسأل نفسه هل السماعة دي تستاهل؟ الضمان بتاعها قد ايه؟ الشركة اللي بتنتجها هل هي كريديبل او ليها مصداقية ولا لا؟ هل السماعة دي عليها اعتماد، تقدر تعتمد عليها اعتمادية يعني، ولا هتفصل وتبتدي ان هي تبوظ من اول كام شهر؟ الحاجات دي كلها بتدور في مخيلته او في عقله. لغة البيع بتاعته ان الفاليو، القيمة، المقارنة، الحاجات دي كلها بيدور عليها. انت غلط طبعا انك تبيع له تقول له دي اقوى سماعة في السوق والعمر بتاع البطارية بيفضل فترة طويلة. الطريقة دي قلنا ان هي غلط. الصح ايه؟ الصح انك هتبتدي تاخد هو عايز السماعة دي لايه. هيستخدمها الكولز، بيستخدمها في الشغل، بيستخدمها من الصبح لغاية بالليل في ان هو ياخد مكالمات، بيبقى حواليه ناس كتيرة مثلا في الشركة او في الشغل، ويبتدي ان هو مش سامع العميل اللي بيكلمه، فهي فيها خاصية النويز كانسليشن. فانت تبتدي ان هو تشتغل على الحتة دي، وتبتدي بعد كده تقول له ان البطارية بتقعد فترة طويلة مش هتفصل منك، والضمان بتاعها بتاع السماعة هيبقى سنة او سنتين، وتبتدي انك تطمنه. جيل الألفية بيشتري لما بيطمن. جيل زد اللي هو عنده من 13 ل 28 سنة في 2026 في الحلقة اللي بسجلها لكم دلوقتي، ده الجيل دوت هيشتري ازاي؟ بيشتري، ممكن يشتري على فكرة من شورت يشوفه على يوتيوب مثلا 15 ثانية، ممكن يشتري من ريلز على انستجرام او تيك توك. الحاجات دي كلها لانها سريعة واقنعته على طول، فهو ما بيحبش الكلام كتير، بيحب ان هو يشتري او الحاجة الخلاصة وما تبقاش حاجة فيك او مش حقيقية. اكبر مخاوفه ايه؟ ان هي السماعه ما تبقاش شبهه، ما تبقاش حاجه كول، ما تبقاش حاجه ترندي، او لو لبسها يبقى مش شبه الناس اللي حواليه او الكوميونتي اللي حواليه. لغته في الشراء هتبقى ايه؟ عاوز ستوري، عايز ايدنتيتي او حاجه تبقى شبهه، عايز احساس وعايز تجربه. غلط جدا طبعا انك تبيع له بطريقه المواصفات، اللي هو تقول له السماعه دي بتعيش عمر قد، يعني تعيش معاك في اليوم وقت قد كده، او مثلا تقول له الماتيريال بتاعت السماعه دي كويسه جدا. لا، انت هتقول له ايه؟ انت هتقول له هتحط السماعه دي في ودنك، هتعلي الصوت وتشغل بلاي، هتعيش في العالم بتاعك ومش هتحس باي حاجه حواليك تماما. وهتبتدي تقول له ان في الوان منها ترندي يعني، او حاجات بتدي الايدنتيتي بتاعت الجين زي، فان هو يبتدي يقتنع لما يحس ان الناس كلها اللي حواليه شبهه، وان هو في اكسبيرينس هياخدها من التجربة
سواء المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. جيل زد بيشتري لما يحس بحاجة او يحس بالتجربة او بالايدنتيتي بتاعته. في النهاية لازم تعرف لغة الجيل اللي انت بتكلمه عشان تعرف تبيع له صح. جيل الألفية بيشتري لما يطمن، فانت لازم تكلمه بالعقل وتبتدي انك تديله حاجات مقنعة وتقارنه ما بين البرودكتس او المنتجات اللي عندك عشان يعرف يقتنع كويس. جيل زد بيشتري لما يحس، فانت لازم تخليه يحس ان هو في تجربة شبهه، وتحكي له اللي هي قصة او ستوري تيلينج اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. قول لنا في الكومنتس، بتشتغل اكتر مع جيل زد ولا جيل الألفية؟ بتبيع لمين اكتر؟ وهل هتغير لغتك مع كل واحد فيهم ولا هتستخدم نفس اللغة لكل جيل؟ تابعنا واشترك في القناة، هيوصلك كل جديد، وخليك سابق بخطوة.